يتقدم نايل عرضية والهدف للصالح الفريق المغربي. رصيد وسان رصيد وسان زكريا جول. هذه بينية كرة خطيرة زكريا وسان وسان جول. وسان دوبيتا وسان ثنائية في شباك الجزائر. كرة سجلها وسان الهداف القادم بقوة في شمال الكرة الافريقية. زكريا وسان بلمسة واحدة يدون الكرة الثانية في شبكة الجزائر. 2-0 كرة ضربت الدفاع الجزائري. زكريا وسان كان وسان في الشوط الثاني جاب الثاني كرة خطيرة والثالث الهدف الثالث للفريق المغربي. هذه المرة آدم شاكير كرة قوية من شاكير يأكد التعال يأكد الذهاب للمونديال يأكد الانتقال للمربع الذهبي بثلاثية مغربية مستحقة. آدم سير شنقريحة وفضيحة والله فضيحة والله وحق الله العظيم. في وسط بلادكم عندكم الجمهور في بلادكم راكم دقيناكم في وسط بلادكم يا الكابرانات. يقولوا لي دابا نتوما الكابرانات اشنو بان لكم دابا؟ حناكم الشعوذه داو البخور حناكم بالنيه هي الاشبال مازال باش لكم اشبال ولكن ما تحقرهمش. احسن من المنتخب ديالكم دير الكلمه لاعب واحد عندنا حنا احسن من دوك الكراغيله كلهم. هاد الفرحه اللي داروا لنا هاد الاشبال احسن من كلشي. اقسم لك بالله الا صيفطنا لكم هاد الاشبال مرمدوكم ما خلاو فيكم ما تقول. خويا سعيد شيبه اش الفضيحه اللي درتي؟ واش داكشي اللي دار وليد الركراكي في الموندي ودي الله يهديكم المدربين ديالنا والله يهديكم. واش نتوما عندكم شي عقل ولا ما عندكمش؟ الاخوان الله يلحشوا عليكم والعالم كامل زعزعتو والله العظيم. لا ربنا هاد الاشبال اللي فرحونا وفقسونا شي بعض الكرغوليين تيقولوا في المونديال ديال قطر حكا ما حكا المغاربه راه تازو هي بالشعوذه يعني بالسحور يعني بالجنون يعني ما فهمتش انا كاع شنو بغي. ومن بعد يعني دزنا حنايا بالزهر عندنا الزهر ودزنا للمونديال اول منتخب عربي مسلم افريقي. الله يهديكم الاخوان تكيسوا علينا الله يهديكم ووالد الركراكي وسعيد شيبه والله يهديكم خليونا. تيقولوا هما حنا لاعبين غير بالسحر يعني كنديروا حنا غير الشعوذه بالعربيه العربيه كنديروا الشعوذه حتى عندنا حنا الفقهاء هنايا كنديروا الشعوذه ولكن الفقهاء كيخرجوا من الجوامع. علاش هما ما عندهمش الفقهاء؟ حيت ما عندهمش الجوامع ما قاريينش. يقولوا لي دابا نتوما الكابرانات اشنو بان لكم دابا؟ ربحناكم بالشعوذه داو البخور ربحناكم بالنيه. سير قدم تيا يتقدم يسجل الهدف الاول على حطها في الشباك. الحارس اختار محمد رضوان يتلقى على الاشاره في يد الاثناء. رضوان يتقدم يسجل بطريقه رائعه جدا. حكم يعطي الاشاره الان للرابعه الركله الرابعه يصدها طه بن غوزيل. برافو يصدها طه بن غوزيل ويخلي ليس من السهل انك تلعب كره بهذا الشكل تقريبا في سقف المرمى. في سقف المرمى كانت مستحيله على حارس وضعيته والتسديد. يا طه عندك يا طه الكرام هذه الاعاده. شوف طه شويه وكان ممكن يصدها شويه وكان لاعب اللي دخل احتياطي. عبد الحميد يضيع الركله الترجيحيه الثانيه وبالتالي تقدم مقابل هدف واحد. هذه الاعاده ايسر وبالتالي اول ركله ترجيحيه. يتقدم كون يتقدم يسجل في المرمى. قدم بختي يتقدم ضيع لترجيح بختي والحارس يتصدى بهذه الكيفيه. تصد للمنتخب المالي. هنا الاعاده ممتاز طه بن غوزيل ممتاز هنا القرار باتجاه الجهه يدي الاثناء. حموني يتقدم حموني يسجل نعم 3-2 في هذه اللحظات. الركله الخامسه هذه الاعاده مجددا الكره الماضيه الركله الخامسه في هذه الاثناء. إذا تضيع تتواصل
الكرام. طاب غوزيل، الحكم يعطي اشاره تلعب هذه الركله. طاب غوزيل برافو، طاب غوزيل برافو في هذه اللحظات. يتصدى للركله الثانيه امام ديارة، يتصدى امام ديارة، وبالتالي المنتخب المغربي هذه الاعاده مره اخرى. طاب غوزيل يعيد المغرب للمباراة مرة أخرى في هذا الصراع على مستوى ركلات الترجيح. برافو طاب غوزيل، برافو طاب غوزيل. الأمل يبقى موجود، لكن أيضا يجب ياخذ الوضعية الآن لتسديد هذه الركلة. عبد الحميد أيت بودلال يتلقى الإشارة. أيت بودلال يسجل، أيت بودلال يسجل وتتعادل الأمور. نسال المنتخب المغربي عودة قوية. برافو شباب، الآن يتواصل هذا المسلسل المثير، مسلسل مثير جدا في ركلات الترجيح. عدنا من بعيد مشاهدينا الكرام، عدنا من بعيد.